صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح السرور. النهاردة صبحة فرحانة ومبسوطة أوي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كل الفرحة دي ليه؟ على فكرة أنا صبحة تعبانة جدا وكنت واخدة العلاج. ثواني يا هدي، ثواني يا هدي. وكنت تعبانة، خدت العلاج وقلت البنات، قلت لهم ما تقوموش عشان عندي مواعين في المطبخ، عايزة أبقى أما أفوق كده أقوم أغسلها. لما أصحى الصبح يعني بعد ما اقوم من النوم والاقي عيالي مروقين المطبخ بالطريقه اللي هوريها لكم دي، ليه حق ابقى مبسوطه واحس ان فعلا الحمد لله رب العالمين زرعتي مش مخيبه. البنات لقيتهم قالوا لي يا ماما اول ما صحيت من النوم بيقولوا لي يا ماما احنا محضر لك مفاجاه حلوه. انا قلت هتفاجئوني بيها؟ قلت اكيد هصحى الصبح الاقي كارثه، اكيد هصحى الاقي مصيبه. طبعا انا بقول لها هصحى لان انا صحيت الكلام ده كان الساعه 8 وما ورجعت نمت تاني وما قمتش ولا الساعه 10. انا نمت ساعتين تاني كده عشان العلاج بس كده ياخد الدنيا. تعالوا اوريكم المطبخ والبنات عملوه. بصوا شايفين البوتاجاز؟ شايفينه؟ والله العظيم شايفين الحوض؟ مين دي؟ رويد. مين اللي ساعدك يا رويد؟ شايفين الرخامة؟ معلش ايه مواعين، دي الحاجات اللي انا هعملها لكم، اللي انا هعملها الان دلوقتي. وماسكين بقى الارضيه منضفينها ومروقينها واخر تمام. قلت لهم خلاص انتوا كده الاسبوع دوت فرحتوني بكذا حاجه. اول حاجه ان انتوا يعني بتساعدوا معايا الفتره دي عشان بيبقوا شايفيني انا تعبانه وكده. الحاجه التانية ان هم طول الاسبوع الحمد لله يا رب، الحمد لله بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بياخدوا ممتاز في القران، رويده وهدير الاثنين بياخدوا ممتاز في الحفظ وفي المراجعه. فقلت لهم خلاص ادام انتوا كويسين وبقيتوا بتحفظوا القران كويس ومش بتضايقوني زي الاول، زي ما انتوا بتفاجئوني وتكافئوني انا كمان هفاجئكم وكافئكم. تعالوا بقى نشوف النهارده هفاجئهم بيه. هدير كانت عايزه تاكل محشي مع ملوخيه، مع ان والله العظيم كنا لسه عاملين الاسبوع اللي قبل اللي فات، بس مش مشكله. قلت لها حاضر، عملت لها بقى محشي ورق عنب ومحشي كوسه. وعلى فكره الفيديو لما انزل لكم قلت لكم ان احنا هنفتح مع بعض لايف نعمل المحشي. طبعا الفتره دي يا جماعه حبايب قلب بتوع الثانويه العامه ضاغطين على شبكه الانترنت، فبيجي بقى من اول المغرب كده لحد بالليل الشبكه عندنا احنا هنا بتبوظ خالص، لا بعرف انزل فيديوهات ولا هعرف افتح بث مباشر. فعشان كده بقى الفتره دي كلها هتلاقي الدنيا عندي بايظه ومش عارفه افتح لايفات خالص. المهم عملت لها بقى محشي ورق عنب ومحشي كوسه. وصحيت الصبح بعد ما لقيتهم فاجئوني كده رحت جبت لهم ملوخيه. هدير ده كان طلب رويده، كان طلب هدير. رويده قالت لي انا عايزه بقى اكل فراخ على الفحم، يعني عايزه الرومي على الفحم، مش عايزاه مسلوق بقى ولا الحاجات دي كلها. فتعالوا بقى نعمل التتبيله سوا، اقول لكم ايه التتبيله اللي انا بعملها. تشفشف الخليط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحاجات دي انا منضفاها وتشوفها قبل ما افتح معاكم لايف، تمام. وهنا بقى بعمل التتبيله زي ما انتم شايفين. قطعت بصلايه عليها بصلايه، طبعا هنا مقطعه بصلايه حمرا، تقدر تقطع بصله بيضه عادي. بعد كده احط علبه زبادي، ما عندكيش زبادي حطي لبن، حطي رايب، اللي عندك حطيه. وهنا حطيت الملح، وبحط نص معلقه سكر ودي هتظبط معاكم الشوي. وطبعا حطيت معلقه الخل. هنا بقى انا بحط شويه زعتر، ويا سلام عند شويه روزماري، ولو عندك زعتر كمان حطيه. كده ناقص ناقص شويه الزيت. بصوا بقى النهارده اليوم كله بزيت التومين، كله 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 من التتبيله لليوم، بقت اليوم كله ماشي علينا مع زيت التومين. الايام غاليه، الحكايه مقشفره، فاكيد مش هناكلش، يعني هناكل كل حاجه بس الجوده بالموجوده. لحد هنا صلى على الحبيب الغالي. وبالله عليكم يا جماعه شاهدوا الفيديوهات ولايكات
وشجعوني اكمل في المحتوى الروتيني. انا طبعا فقرة الدش قلت بدل ما ده ما توجع دماغكم يعني. الريحة بقى يا جماعة بتاعت التتبيلة دي بتبقى روعة، تقدري تستخدميها في اي لحوم براحتك خالص، ما عدا اللحمة اللي هي العزب، لان دي طبعا لها تقنيات تاني في الشوي غير اللي احنا بنعملها دي كلها. انا مسكت الشفشق تمام. وغسلته ونضفته، هنعمل مع بعض الكيكه بقى. بصوا بقى، عارفين شغل خد من عبد الله واتكل على الله، اهو هو ده نظامي في الكيكه. والله بتطلع زي العسل. بس انا بقى في كيكه الحليب السخن لو عندي لبن كتير بحب اعملها كلها باللبن، لو ما عنديش لبن كتير هعمل اللي انا هعمل معاكم ده دلوقتي. بصوا انا بعمل الاول الكيكه وبعد كده بعمل لها الصوص الابيض اللي انا بحطه من الوش، واعمل لها الكراميل. السكر كده ولبنان كله بتاع التومين، احنا ما بنجيبش حاجه بقى كده ولا كده، يعني هتدخل المطبخ هتعمليها وراح جايب علبه الزبادي كذا 3 بيضات عشان البلدي لو وزاري كنت هستخدم 2. تمام يا بنتي اللي عماله تدربك كبار ما تدربكوش. مش اي حاجه في البيضه خساره، البيضه ب6 جنيه. تمام على طول اروح حاطه الفانيليا. الكلام ده هيطلع تقيل والكيكه هتبقى لسه محتاجه سوائل تاني، بس انا بقى بعمل ايه؟ بحط نص كوبايه لبن سخن بعد ما في الاخر كده، لبن مغلي بنقولها في حته تاني خالص بالزيت. تقدر تحط سمنه مع زيت براحتك، تقدر تحط سمنه لوحدك براحتك، بس انا عشان بصراحه الحاله ازمه والكلام مالوش لازمه فمش هستخدم ولا سمنه ولا زيت، ونخلي علبه الزبادي دي عشان ما تكش اللبن السخنين خساره، وهستخدم شط خل. العيال بقى النهارده قالوا لي يا ماما لازم تعملي لنا في القالب ده، شايفنا فرحناكي؟ قلت لهم عاملين لي فرح، عمالين يروقوا في البيت من بره، اقول لهم دلوقتي. عايزين ندعي يا جماعه لولادنا بتوع الثانويه العامه الله يقويهم. انا عندي ازمه يا جماعه والله في المواعين، الحمد لله عندي ازمه انا في المواعين. بعد بقى ما هندخل الكيكه دي الفرن، فكرتوني راح اشغل الفرن. بعد ما ندخل الكيكه دي الفرن هنعمل ايه بقى؟ هنعمل بقى صوص الابيض. وكده بعد ما خلصنا الخليط السائل هنبدأ بقى نشوف ايه هنعمل ايه مع المكونات الجافة. بجيب بقى الدقيق. على فكرة انتوا هنا في الدقيق انا نسيت اقول لكم ان انتوا تقدروا تحطوا مع الدقيق معلقتين نشا عشان ما يبقاش فيه فراغات، بس انا طبعا ما كانش عندي نشا فقلت مش مشكلة، فراغات عادي يعني. حللت بقى كده الدقيق الاول بس لقيته نضيف وزي الفل ومفيهوش حاجة، فقلت خلاص. طبعا زي ما انتوا شايفين انا ما عنديش مصفى كبيرة، فيلا الحمد لله رب العالمين، الواحد بيقضي نفسه باي حاجه. رجعت حطيت عليها بقى زي ما انتوا شايفين البيكنج باودر، وبعد كده هنقلبه سوا مع بعضينا وارجع شوفوا بقى العجينه بتبقى تقيله ازاي. هنا بقى ابدا احط كوبايه لبن سخن مغلي، هي دي مش هحط دي بس، انا لسه هعمل واحده تاني. شفتوا بقى الكارثه اللي في النص، المضرب بيوقع مني يا ولاد، يلا مش مشكله، انا كل حاجه عندي بايظه اصلا.
ما جاتش على المضرب يعني. هنا الحاجة هدير فرحانة وعمالة تطبلي وتستعين كده وتتفرج عليا وانا بعمل الكيكة. طبعا زي ما انتوا شايفين بروح اجيب كوباية لبن تاني علشان احطها على ايوه اهي، ونشتغل بقى كده لحد ما الكيك يفك معانا ويرجع للتجانس بتاعه اللي المفروض يكون عليه. شايفين المنظر بقى؟ شايفين فاتحة ازاي كمان؟ ده انا كمان كده فاتحة وما مسحتش الخل. هنا دي معلقة الخل اللي في الاخر بقى اهي. الكيكة بجد بتطلع تحفة من حلاوتها. على فكرة احنا خلصناها يا جماعة في نفس اليوم، يعني هنزلكم من الفيديو ده احنا اصلا هنكون مخلصينها من بدري. انا عارفة ان هي بتخلص في نفس اليوم اهو. انا بقت ايه لملمت الحاجات اللي حواليا وخليتها دي ايه تكبهم اهو. شايفين القوام بتاعها بقى كده جميل. احطها بقى في الفرن. هنا انا بخليها اخبطها كده مرتين 3 يعني الى حد ما عشان الفراغات بتاعتها تبقى ايه تبقى قليلة كده شوية. سمعت ان الحركة دي برضو بتقلل الفراغات فعملتها مش اكتر من كده يعني. طبعا النور قطع كالعادة يعني، عشان كده مرضيش اكمل نوصل لما النور يجي. كده الكيكة طابت، شايفين ريحتها بقى جميلة وتحفة. تعالوا بقى بكم هنعمل فيها البنات ريحتها بالقرآن. اخلي بس شوية لبن هنوزع بقى كده شوية وشوية كتار عشان بحب المسقية بقى. بصوا غرقوا احنا بنحبها كده، محدش يقولها تتعجن ما تتعجنش. شوية لبن على قد ايه يعني، بلاش اقولكوا ان انا كده واللي مش هتعجبهم كمان. البنات بيبقى عايزينها كلها غرقانه لبن. حلوه الاطفال ما بيشربوش اللبن. اهي سيبها بقى مع جنب كده تشرب براحتها. وتعالوا بقى نعمل ايه صوص الابيض يا جدعان. الأمانة يعني الصوص الأبيض يا جماعة، الصوص الأبيض بيبقى عايز زيت أبيض ما يكونش ليه ريحة. بصوا مش بيبقى أحلى حاجة بزيت التومين، بس زي ما قلت لكم برضو احنا هنمشي الدنيا بقى. وهزود فانيليا علشان انا هعمله بزيت التومين. طبعا انت عندك بقى مثلا عافية كريستال الانواع بقى اللي هي النظيفة الحلوة دي يعني اعمل بيها برضو كده هتحط لها فانيليا. ده لازم. صلي بقى على سيدنا النبي. فكرة الدوشة هنا هتزيد شوية، مش بس كده الغدا ده عشان بيضايقني. وهنا بقى ايه طبعا زي ما انتوا شايفين بنزل بقى بسرسوب زيت رفيع لحد ما بحس انت بقى بتسمعي صوت الخلاط بتحسي بقى ان هنا القوام تقل وتخن. انا طبعا بحط كمية فانيليا كتير قوي شوية بس عشان زي ما قلت لكم ان زيت التومين بيبقى ليه ريحة نفاذة قوي. طبعا يا جماعة بصوا انا ما بحبش اعمل بالمعيار يعني حتى نص كوباية ايه وكوباية كذا ومش عارفة ايه وبتاع ده، يعني وصفات قليلة اوي اللي بعملها بالمقدار وبتطلع والله 100. طبعا بقى هنا بقى قلت اعمل ايه الكراميل كده كمان. كنت عملت بقى الصوص الابيض وركنته على جنب. وهنا بقى ايه
في الكيك طبقة قبة كده لفوق. طبعا عشان اجي احط بقى الصوص الابيض يا جماعة، هنبص نلاقي إيه اللي فوق دوت مجاش عليه، والجناب هي اللي اتملت. فانا بقى بروح محففة بقى الطبقة اللي من فوق دي بشيلها. طبعا مش بترمي، هم اصلا العيال كلوها من قبل ما ياكلوا الكيكة كمان، لان طبعا كانت مسقية بلبن، فكانت بسم الله ما شاء الله عليها. هنا الكراميل كان هيتحرق مني، بس ربكم سترها، خسارة. عملته بقى على السريع على السريع، وجبت بقى حتة زبدة كده من اللي انا شايلاها في الخباسة دي. انا عندي حتة زبدة كده مخليها للطوارئ، يعني لو حماتي جات، لو حد مثلا ضيف جه ولا حاجة، اعمل حاجة بزبدة، مش هينفع ان انا اعملها بسمنة. زي مثلا لو هنعمل قرص بيض او حاجة زي كده، الحاجات دي بتبقى لازم 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 سمنة، مش هينفع معاها زيت. فشايلة بقى كده حتة كده مخليها كده للطوارئ، يعني لطوارئ البيت. طبعا بقى هنا زي ما انتم شايفين انا مش بعمل بلبن، ومش بعمل بكريمة ولا اي حاجة. ودايما لما بعمل بلبن او كريمة الكراميل بيبوظ مني. والله والله يا جماعة احلى كراميل اللي بعمله اللي بيتعمل زي ما انتم شايفين بالمية كده، وبيطلع بيتخن وبيتقل وبيبقى تحفة تحفة تحفة. وزي ما تشوفوا القوام بتاعه بعد كده في الفيديو، تقيل وجميل جدا جدا. او طبعا بحط له بقى فانيليا علشان برضو الريحة بتاعته ونكهته تبقى قوية وتبقى جميلة. هنا بقى في بقى حتة هنا انا مجتش عندي، اللي انا حطيت فيها الصوص الابيض. انا كنت صورته وفي الاخر لقيت التليفون اصلا ما كانش مفتوح. وكده بقى خلصت الكيكه، ركنت بس كده الكراميل يستهدى كده شويه عشان يتقل كده شويه ويحلى، ونشتغل بقى في الطبيخ بقى. بصوا، ورق العنب صباع، يلا على فكره انا علمت الوالده بنتي تلف الصباع بتاع ورق العنب. شويه ورق عنب يتاكلوا نيين، وكوسه، وهنعمل بقى مع بعضنا الفراخ. الاول هسخن الصينيه اللي انا هعمل فيها الفراخ، او الحاجه اللي انا هشويها يعني على الفحم جامد جدا. اسخنها اخليها تبقى مولعه، انا مش عايزه اخلي الحاجه تنزل ميتها. نسخن الشوربه اللي هعمل بيها المحشي، لان طبعا كده الفراخ اللي هعملها او الرومي اللي هعمله مش هيبقى له شوربه. وانا كده كده بشيل شوربه يعني احتياطي. كل ده جبناه. الله، هو بس كمان جيت على طول يعني. عندك هنا عملت كده الكراميل بس يتعمل بس. تحط له حاجة من الكراميل. ها؟ حط له حاجة من الكراميل. ما تعمل الكراميل ماشي، هيستهدى بس. أنا كده مش كريمة، مش خبز. شوية التتبيلة دول اوعى ترميهم، يبقى وقعتك حلوة. هما دول اللي هيطيبوا لي الرومي، لأن طبعا الرومي بياخد وقت شوية عن الفراخ. الله عليك الفراخ كمان. الله عليك الفراخ. الريحة حلوة يا رويدة. جميل. بس أنا هاكل الساعة 6. أنا الساعة 6 وأجي الساعة 7. طب ما أقولك على حاجة بقى، ما تقطفلي في الملوخية وأخد مصر. وقوليلك بغطيها بقى كده، نغطيها بقى كده على نار عالية بقى كده شوية، تاخد وتدي كده بشكل ودي.
احط بقى علق على المحشي التاني. محشي يا محشي. عملت له الرز. الرز ده في الاخر يا رواية. يا لهوي. طبعا ورق العنب كان المفروض احط الحله اصغر من كده شويه، بس الحله اللي انا بحط فيها ورق العنب اتشحتت. الحله اللي انا بحط فيها ورق العنب عند اختي، فعشان كده قلت لا مش مشكله خلاص عادي هعملها في الحله دي عادي مش مشكله. الحله مش هترتبط جامد، بس انا بدور على حاجه تقيله احطها عليها. كده سخنت الشوربه. الكوسة ما بتاخدش شوربة كتير، الكوسة حاجة بسيطة خالص، انما ورق العنب لازم نسويه كده نسويه بالشوربة. ده احنا اوقات بياخد اكتر من كده كمان. اهو حطيت طبق كده عشان ما يتنش، واعلي على اعلى حاجة. تعمل ايه يا روي؟ انت بتقرطفها ولا بتاكليها؟ لا والله، ده الحاجات اللي هي تفهم اللي هي دي. تحبي تاكلي عيش الملوخية؟ يلا القرطف. وهنا بقى اللحظة المنتظرة من عيالي، لحظة ان انا احط صوص الكراميل علشان ياكلوا منها. عايزة اقول لكم ولادي بيعشقوها، بيعشقوا الوصفة دي، وبيحبوا كمان الكيكة بتاع الشوكولاتة المسقية بقى بصوص شوكولاتة كده ومحطوط عليها شوكولاتة متسيحة، بتبقى جميلة. لو الاسبوع الجاي لقيتهم كويسين وشاطرين في القرآن الكريم ان شاء الله باذن الله هعمل لهم برضو وصفة الكيكة دي. بصوا يا جماعة، لازم من وقت للتاني نشجع ولادنا، مش نقعد بقى نأنف فيهم ونعمل فيهم وخلاص. وانا الحمد لله رب العالمين انا فرحانة بمستواهم كده، فالحمد لله يا رب، ربنا يصلح حالهم يا رب، هم وكل اطفالنا جميعا وعيالنا جميعا يا رب العالمين. صلوا على الحبيب الغالي يا جماعة. والله بصوا من ولادي بقليله عيش، هي وصفة زي كده يعتبر ما كلفتنيش كتير، حاجات بسيطة كلها يعتبر حاجات من قلب البيت، بس الحمد لله طبعا على كل حال. ده بقى الأكل الحمرا هعمل بقى بصوا، حط الماء دي كوباية أنا عاملاها مخصوص للحكاية دي يا جماعة. تحفة. اما هنا بقى قلت ايه نعمل بقى شات الملوخية، كانوا خلاص، والبت رواية ده كان الرز اللي انا عملته لها طاب، وقلنا بقى نطش بقى الملوخية وناكل احلى اكلة. بالله عليكم يا جماعة دعموني
ولو بلايك ولو بكومنت كويس. ولو في اي حد منكم عنده اي فكرة تخليني القناة بتاعتي تكبر شوية، يا ريت يعني ما تبخلوش عليا بتعليقاتكم الجميلة، لان حرفيا متضايقة جدا. القناة مش عارفة عندي الدنيا فيها واقفة قوي، الاشتراكات واقفة جدا، مش عارفة مفيش مشاهدات، مع الرغم والله انا بتعب جدا عبال ما بعمل الفيديو وانزله لكم بالمنظر اللي انتوا بتشوفوه ده. طبعا الكلام ده كله، شوف انا بسرع قد ايه، انما انا لو هقعد اعمله مش هيكفيني في الكلام ده كله ساعات. زي ما انتوا شايفين الواحد يعني بيعمل اقصى ما عنده، رغم ان انا تعبانة والحمد لله رب العالمين، بس بعمل كل ده عشان ايه؟ عشان لما تعيش حلال. لا استنوا نملى من الطماطم عشان اوريكم بقى الرصة بقى ايه. شوف برضه يا ولاد حركات برضه، شوف يابا الله الله، اقسم بالله تحفة. وهنا بقى مسكت شوية الكوسة دول، رصيتهم بقى حوالين ورق العنب كده. بلاش اقول لكم ان احنا خلصنا ورق العنب النهارده يعني، انا كنت بقول ان احنا نقعد ناكل فيه يومين بألف هنا وشفا. طبعا ورق العنب كان طعمه جميل قوي، كان تحفة بجد، كان تحفة، طيبانه مظبوط قوي، وكان حاجة كده فوق الخيال. هدير فضلت رايحة جاية عليه لحد ما قعدنا خلصناهم واحنا قاعدين. هنا الواد قالت لي يا ماما يعني انتوا ترصوا لنفسكم الاكل وانا هتحط له الرز شكله عادي؟ قلت لها ابدا يا قلب امك، عادي ازاي؟ قالت لي ما لا تعملي له، قلت لها انا هوريكي ده تعمل له ايه. طب وراح عاملاه كده وراح قلبهولها، اي حاجه تفرح العيال الصغير وخلاص. وفعلا عملته، كانت فرحانه تقول لي تروح تقول لبابا تقول لي يا بابا انا عملت شغل. شايفين ده مش محشي، ده لوحه فنيه. تعالوا بقى اتغدوا معانا. شوفوا بقى المنظر البتاع الرومي او الفراخ او ايا كانت اللي انتوا هتعملوه. يعني على فكره اي حاجه هتعملوها بنفس الطريقه دي هتطلع معاكم بالظبط زي ما بقولكم كده. شوفوا بقى دي لوحه فنيه، ده ما يتقالش عليه كده محشي كده، لا. شايفين الصباع صغطوطه كده وحاجه حلوه، الملوخيه والرز واكله كده مية مية. لازم بقى نكافئ العيال كده اخر الاسبوع. محشي طيب عنب هذه نعم لا عشان لو وصلتوا بقى لحد هنا لايك وكومنت حلو يشجعني، وصلوا على الحبيب المصطفى. قولوا لي ايه رايكم في فكره ان الواحد يخلي اخر الاسبوع مكافاه للعيال. لو عملوا حاجه كويسه اكافئهم باكله حلوه كده ونوع حلو وحاجه حلوه. لو غلبوني يبقى خلاص مش هعملهم حاجه حلوه. فكل اسبوع احنا ماشيين بالمنطق ده، اخر الاسبوع كده على حسب بقى. تمام. لو وصلت بقى لحد هنا ما تنساش تحطي لايك، ولو لسه ما اشتركتيش اتمنى لو تشتركي. مع السلامه.